أي واحد عايش في هاد الدنيا إلا وعنده أمنيات ودعوات اللي كيبقى يدعي الله باش يستجبها له، وغالبا هاد الدعوات كتكون متعددة، ولكن قد ما تعدات ففي الأخير كنقدروا نصنفوها لجوج أنواع: دعوات دنيوية اللي متعلقة بالحياة الدنيا اللي عايشين فيها دابا، ودعوات أخروية اللي من سميتها باينة بلي مرتبطة بالآخرة، كجنة الفردوس، النجاة من عذاب النار، أو لا ادعي الله باش تكون من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. فاش تاحت لي الفرصة نشرب ماء زمزم، وكما كنعرفو كاملين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فبغيت ندعي قبل ما نشرب، ولكن نظرا لضيق الوقت وباش نعطي الفرصة للناس الآخرين فكرت في أكتر حاجة بغاها في الدنيا وأكتر حاجة بغاها في الآخرة، ودعيت الله بهم بجوج. إلا قلت لك دابا عندك 5 ثواني والحاجة اللي دعيتي بها غتستاجب ليك، غتقول لي 5 ثواني ما كافياش باش نفكر، ولكن كاين اللي كافياه ثانية وحدة وعنده دعوة وحدة في هاد الدنيا. هاد الطلب هو اللي غندويو عليه في هاد الفيديو. أعزائي عزيزاتي، أنا فتيحة ومرحبا بكم في المحطة الثانية ديال التغيير. هاد المحطة اللي غنستافدو فيها بزاف د الحوايج وغتخليكم تردوا البال لبزاف د النعم اللي عندكم وما حاسينش بها، وتغير لكم طريقة التفكير ديالكم. فما تنساوش ديروا لايك وابوني وتخليو تعليقاتكم لتحت، كنقرا كاع التعاليق. بلا ما نزيد نطول عليكم وندخلوا مباشرة للفيديو ديالنا. إلا مشيتي للسبيطار باش تزور شي واحد تما، اولا دير التحاليل الروتينية ديالك، غتلقى كاع دوك المرضى اللي كاينين كلهم كيتشاركوا في أمنية وحدة في هاد الدنيا، كلهم بغاو حاجة وحدة صافي. إلا دخلتي لشي غرفة وسولتي ديك المرأة الكبيرة اللي ناعسة تما غتقولك باغا غير ترجع ليا الصحة ديالي كما كانت. لهذا المحطة الثانية إخواني أخواتي غتكون على الجانب الصحي، وهنا بلا ما نحتاج نقولوا الأهمية ديال الجسم السليم والضرورة ديالو. إلا بغيتي تعرف قيمة شي نعمة فكر في هادوك اللي ما عندهمش. إلا كنتي قادر تشوف مزيان فراه كاين شي واحد كيتمنى يشوف بلا نظاظر، وإلا كان عندك الشوف ناقص فكاينين اللي كيشوفوا مزيان ولكن كلشي غير بالبيض والكحل. أما إذا كان عندك عمى الألوان فكاين اللي ما كيشوفش كاع، وهذا غير مثال ديال نعمة البصر، ونفس الشيء لكاع النعم اللي عندنا. دائما أول حاجة حمد الله على كاع النعم اللي عندك والصحة اللي ميزك بها الله، واللي آلاف بل ملايين الناس كيحسدوك عليها، وفكر كيفاش تحافظ عليها بل وتطورها للأحسن، وما غتلقاش حسن من الصبور. إلا ما كنتيش قادر تنخرط في شي نادي رياضي فراه يمكن ليك تقاد السيستم ديالك لراسك وتمارس الرياضة ديالك غير في الدار، وتنوض الصباح بكري تجري شوية، وحاول ما يدوزش عليك النهار بلا ما تمشى ولو لمدة نصف ساعة يوميا باش تنشط الدورة الدموية ديالك. واخا نعيا ما نهضر لك على الفوائد ديال السبور في حياتك، فما غتفهمني الا فاش تبدا تلاحظ شي تغيرات ايجابيه بداو تيبانو في حياتك، لان الرياضه ما كتفيدش غير الجانب البدني ديال الانسان بوحدو، بل عندها واحد القدره هائله باش تحسن المزاج ديالك. واذا كنتي الشخص اللي كيتعصب دغيا فراها غتفيدك بزاف، حيت الجسم ديالك فاش تبدا دير رياضه كيفرز هرمون السيروتونين اللي كيعاون الانسان على الاسترخاء وتحسين المزاج. وبلا ما نساو بلي الرياضة عندها واحد اللمسة سحرية على الجانب الجمالي، حيت كتعاون على التوريد والنضارة ديال البشرة وكتخليها مشدودة بفضل التعرق اللي كيخلي كاع المواد السامة تغادر الجسم ديالك وتمشي للجسم ديال شي واحد آخر عاكز على السبور. هادشي غير شوية من بزاف من نتائج ممارسة الرياضة، وإذا كنتي باقي ما بديتي وكتخلي ضيق الوقت عذر ديالك أو للخدمة أو للقراية، فخليني نقول لك أن التدريب لمدة ديال نص ساعة فقط كل 3 أو 4 المرات في السيمانة كافي باش يخليك تشوف المعجزات. ولكن أهم حاجة هي الانضباط. دابا ما بقالك حتى عذر ونوض تبدا تريني ليك وما تقولش غدا غنبدا، حيت الحاجة اللي كتقول عليها حتى الغدا ما عمرك ما غتبداها من غير الا قديتي واحد البرنامج اليومي ديال الغد ليه وتكون انسان منضبط وكيحترم الوقت. دابا ملي خديتي هاد القرار الجدي ديال ممارسة الرياضة، خليني نفكرك أن الهدف ديالك هو تحافظ على الجسم والصحة ديالك. كما كتعرف الصحة مرتبطة كذلك بالأكل اللي تناكلوه، إذا باش توصل لصحة مزيانة خاصك ترد البال الأكل ديالك حتى هو وتاخد الأغذية المتوازنة،
حيت الجسم ديالك كيتبازا على الماكلة اللي عطيتيه وكيحولها للطاقة اللي كتخليك تحرك في النهار ديالك وتعاون الجسم ديالك يدير كاع العمليات الحيوية ديالو. إذا نوعية الأكل ديالك هي اللي غتأثر لك على حياتك وصحتك بشكل مباشر، وهذا الشيء جدا مهم أنك تستوعبه وتفهمه. وهنا خليني ندوي لك شوية على الدور الكبير ديال الخضر والفواكه في بناء الصحة جيدة، خاصة أنها من بين الأطعمة اللي فيها سعرات حرارية قليلة وألياف مهمة كتخليك تحس بالشبع، وفي نفس الوقت بغيتك تنقص من كثرة السكريات المضافة وغادي تلاحظ الفرق في راسك من بعد. إلا بغيتو فيديو خاص على السكريات وكيفاش نقدروا نستغناو عليه أو لا نقصوه ونلقاو بدائل طبيعية وصحية ديالو، خليو لي كومنتير في التعليقات. ضروري يكون شي واحد من عائلتك أو شي واحد كتعرفو اللي كياكل غير المسوس، وغالبا كتلقاه كبير في السن، يعني شي جد أو جدة أو عم، وهاد الشخص استغنى على الملحة حيت الجسم ما بقاش قاد يحميه من الأضرار ديالها. العكس ديالك دابا انت اللي كتسمعني تقدر تكون كتاكل ماكلة عادية أو مالحة شوية ما عندكش مشكل، حيت ما واعيش بشنو كيطرى في الكواليس وشنو كيعاني الجسم ديالك باش يوازن راسو ويخليك تحس طبيعي. ولكن غيجي واحد الوقت اللي غيعيا وغيهز الراية البيضاء، وهنا كتولي مضطر انك تحيد الملحة بصفة نهائية باش تحافظ على ما تبقى من الصحة ديالك. انا دابا عطيتك السيناريو ديال هاد الطريق، وبيديك تختار النهاية واش تكون مرضية او العكس. إلا حاولتي تنقص الملح دابا وتبعد على المصادر ديالها بحال الأغذية المعلبة أو المقرمشات وبطاطا مقلية واللحوم المصنعة، ثق بيا الصحة ديالك غادي تشكرك من بعد وغتفتخر براسك في واحد الوقت اللي غتشوف كاع صحابك واللي دايرين بيك كيعانيو بسبب الإفراط في تناول الملح من قبل. ديما فاش كان تيكون عندي شي امتحان مهم، أكتر نصيحة كنت كنسمعها من عند الناس القراب ليا: شربي الماء بزاف. وبالتأكيد كنت كنشوف الأثر في جودة التركيز ديالي، وكان كيعاوني باش ما نحسش بالعيا دغيا، وعنده بزاف د الفوائد اللي حتى هما الا بغيتو ندويو عليهم بشكل مفصل في فيديو اخر، ما عليكم غير تكتبوها في الكومنتيرات وتسناو الفيديو. اذا هنايا حاولت نعطيكم بعض الافكار على كيفاش تبداو تنظموا السيستم ديال الاكل ديالكم، وبطبيعه الحال تيبقى بروغرام ديال الماكله اكثر فعاليه بالانضباط والمواظبه. وهنايا كنوصلوا لنهاية المحطة الثانية من الرحلة ديالنا اللي خرجنا فيها بقرار جديد معانا، اللي إلا طبقناه وضبنا عليه غادي تاخد حياتنا مسار جديد نحو النجاح والتطور إن شاء الله. هنا كنوصلوا نهاية الفيديو ديالنا، تسناو الفيديو الموالي على المحطة الثالثة إن شاء الله. ما تنسوش تخليوا لي آراءكم وتعليقاتكم لتحت.